واش ممكن تكون جملة صحيحة وكاذبة في نفس الوقت؟ إلا قلتي لا، خليك معايا غير 15 ثانية وغادي تبدل رأيك كامل. كاين واحد النوع ديال الناس كيقول بثقة أنا عمري ما كنكذب، وانت في داخلك حاس باللي كاينه شي حاجة ماشي طبيعية في هاد الهضرة، حيت كتعرف راهو كيكذب غير باش يقول باللي ما كيكذبش. وهنا كيبدا الشك كيتسلل للعقل ديالك بشكل خفي. ولكن هاد الفكرة كتوصلنا المشكل كيخلي المنطق نفسه يبان ضعيف قدام جملة بسيطة. تخيل معايا واحد السيد نسميوه الحاج البشير، وقال جملة واحدة بسيطة ولكن خطيرة في نفس الوقت. قال أنا ديما كنكذب. وفي هاد اللحظة كتبدا لعبة المنطق كتقلب على راسها بطريقة ما متوقعهاش. دابا ركز معايا مزيان. إلا كان الحاج البشير صادق يعني أنه ديما كيكذب، وهذا الشيء كيعني باللي الجملة ديالو كذبة. ولكن إلا كان كيكذب في هاد الجملة يعني أنه ديما ما كيكذبش، وهذا الشيء كيرجع الجملة ديالو صحيحة ماشي كذبة. وإلا كانت صحيحة إذن هو صادق، وصادق يعني أنه كيكذب. وهكذا كتدخل في حلقة ما عندها بداية ولا نهاية، صادق كاذب صادق كاذب بشكل لا نهائي. شفتي المشكل؟ في الحقيقة هاد الجملة ماشي غير مربكة، ولكن كتكسر واحد القاعدة أساسية في المنطق اللي تربينا عليها، اللي هي كل جملة خاصها تكون يا إما صحيحة أو كاذبة. ولكن هنا ولا وحدة فيهم كتكفي باش تفسر الواقع. هاد المفارقة حيرت عقول كبار. أفلاطون حاول يفهمها وأرسطو حاول يتفاداها، ولكن بقات بلا حل نهائي. وفي القرن العشرين جاء عالم سميتو جوديل ورانا باللي حتى الرياضيات اللي كنظنوها مثال لليقين ما كاملاش. يعني بوضوح حتى المنطق نفسه عنده حدود، وماشي كل شيء في هذا العالم قابل للتفسير بطريقة بسيطة. ودابا كيجي السؤال الحقيقي، واش خاص كل حاجة في حياتنا يكون عندها جواب واضح ومباشر، ولا كاينين مواقف الحقيقة فيها ماشي بيضاء ولا كحلة، ولكن شي حاجة بيناتهم ما كتحددش بسهولة؟ يمكن أكبر خطأ كنطيحوا فيه هو أننا كنظنوا كل شيء خاصو يكون مفهوم، وهذا الشيء ماشي ديما صحيح، حيث كاينين أسئلة غير كيدورك العقل بلا ما يكون عندهم جواب نهائي، وهذا الشيء طبيعي جدا. إلا عمرك حسيتي براسك واقف بين جوج اختيارات وما عارف شكون فيهم الصح، راه ممكن المشكل ماشي فيك، يمكن غير السؤال نفسه هو اللي ما عندوش جواب، وهذا ما كينقش من قيمة التفكير ديالك. اكتب لي في الكومنتير واش عمرك عشتي شي مفارقة في حياتك، راه ممكن نكونوا كلنا عايشينها بدون ما نشعروا.